فاضل أيام قليلة جدًا على رمضان، حوالي 3، 4 أيام، فكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم الأيام بالخير واليمن والبركات، وكمان يكون رمضان ده التجديد والتغيير، وإن إن شاء الله الدعوات فيه تتحقق بإذن الله. فأهلًا بكم في يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وأحسن حال. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايز أسألكم سؤال واحد، استعديتوا إزاي لرمضان؟ وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس لأن أنا متحمس جدًا تشاركوني أنتم عملتوا إيه بالضبط. وأنا كمان حاليًا في الفيديو ده هاشارككم أنا استعديت لرمضان إزاي. الفيديو ده كان 30 حاجة في 30 يوم في رمضان، فأنا إن شاء الله أنا مش هاعِد يعني برضه ده فيديو شبهه شوية، بس مش هاعِد هي كام حاجة، أنا هاسيبها كده ببركة ربنا بقى. وفي كام نصيحة كده عايز أتكلم معاكم فيها ومهمة أوي، أوي برضه. فيالّا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة وهو تحيوا سنة رمضان، إن تحيوا البهجة والسرور والفرحة والسعادة، وتدخلوا الفرحة والسرور على كل الناس، وإنكم تعيّدوا على كل الناس، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه، هاحاول أسيب لكم الحديث هنا، وقال إن رمضان ده هو شهر الخير، تُفتح فيه أبواب الجنة وتُغلق فيه أبواب النار، فيه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر، ففي حاجات حلوة أوي في رمضان، فمش اللي هو نستقبل رمضان باللي هو زعلانين وبتاع، عارف إن في ضغوطات الحياة كتير جدًا، وعارف إن كلنا مضغوطين، ولكن حاولوا تساعدوا نفسكم، حاولوا تقولوا خلاص رمضان فاضل أيام قليلة هيكون إن شاء الله الأربع والخميس الجاي، فحاولوا إن أنتم تقولوا لأ هنغيّر ونعمل تغيير، ودي تيجي لنا لتاني حاجة وهي إن إحنا نحاول نبسط نفسنا، إن إحنا نعلّق الزينة في بيتنا، إن إحنا نحط الفانوس زي كده، ده حاجة جميلة جدًا، إن إحنا نعمل في العمارة أو في المكان اللي إحنا عايشين فيه زينة، إن إحنا نزيّن البيت، وهاحاول أجيب لكم clips كده من الفيديو بتاع السنة اللي فاتت، عشان ما صورتش حاليًا السنة دي، إن إحنا كنا بنعلّق الزينة ومبسوطين بأقل حاجة، اتبسطوا بأقل حاجة، حتى لو هتجيبوا مفرش وتفرشوه على السفرة هيكون تغيير جديد وحاجة جديدة. ونضفوا نضافة رمضان، يعني بتيجي كل رمضان وكل عيد، بس في تغيير وفي تجديد. حاولوا انتوا تنبسطوا، وحاولوا النكد ده أجلوه شوية على جنب، انبسطوا برمضان كده، بعد كده إن شاء الله في رمضان هتنسوا ده كله، لأن مفيش حقد ومفيش ضغينة ومفيش شياطين، فهتبقى أجواء رائعة جدا. تالت حاجة معانا بقى، ويعني مش أنا اللي المفروض أنصح الحاجة دي، بس بافكّرني قبل ما بافكّركم، وهي صلة الرحم. عمرها ما كانت صلة الرحم دي حاجة قليلة، دايمًا بتبقى حاجة كبيرة جدًا، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا بيقولوا على صلة الرحم، يعني مش عارف أقول إيه بصراحة، لكن صلة الرحم مهمة جدًا. عارف إن في ناس أهلها مقاطعينهم، في ناس حصل مشاكل وحاجات، حاول أنت تبدأ أنت، مش هاقول لك تبدأ تحل المشكلة، ما لناش دعوة بالمشاكل، تبدأ أنت تتكلم، هُم قاطعينك أنت ارفع التليفون عليهم وقُل لهم كل سنة وأنتم طيبين، هتلاقي فعلًا اتغيّروا، وهتلاقي فعلًا إن هُم وقفوا مع نفسهم وبيحاسبوا نفسهم، ما لكش دعوة، أنت عملت اللي عليك، اللي أنت عملت حاجة أنت ليك الأجر والثواب عند الله، خلاص أنت ما تقولش ما رفعوش بقى سماعة عليَّ في العيد زي ما اتصلت عليهم في رمضان لأ، أنت تعمل صلة الرحم وما تستناش منها أي حاجة. عارف إن أنت ممكن تكون مضغوط، إن هو مش عايز أتكلم، هُم كانوا مثلًا عبّروني في إيه والّا عملوا في إيه، بس حاولوا إن أنتم تسيبوا كل الكلام ده على جنب، حاول إن أنت تعمل لها صلة رحم عشان خاطر ربنا، مامتك وباباك، اعملهم عشان خاطر ربنا اتكلم كتير جدًا عن صلة الرحم، والرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن صلة الرحم، فصلوا رحمكم حتى لو مش عايز تكلمهم برسالة على الواتساب، دلوقتي دي أقل حاجة ممكن تعملها، هيكسر الحاجز بتاع اللي هو الزعل ما بينكم ده كله، فحاولوا إن أنتم تصلوا رحم. رابع حاجة وهو إن شاء الله بقى عايزين نقلل السوشيال ميديا نهائيًا. أنا عارف إن أنا عامل سلسلة في رمضان، وعامل كمان سلسلة مفاجأة لسه ما عرضتش عليها، أنتم exclusive أول مرة أقولها لكم، وهو 15 نصيحة لرمضان عن النظافة عشان خاطر التراويح والصلاة وهكذا، ف15 نصيحة مهمين جدًا. فأنا عارف إن أنا هانزّل كتير فيديوز، يعني حوالي أنا هانزّل 30 فيديو في رمضان، وأنا باقول لكم قللوا السوشيال ميديا، أنا باقول لكم فعلًا قللوا السوشيال ميديا، حتى لو مش هتسمعوني، أنا مش مستني أنتم تسمعوا في رمضان، ممكن تسمعوني بعد رمضان، بس في حاجة بصراحة عايزكم تسمعوها عشان خاطر النضافة وحاجات من دي مهمة جدًا، فممكن تسمعوني وتخرجوا تاني. detox عايزين بقى نقلل خالص الموبايل والسوشيال ميديا، أنا عن نفسي إن شاء الله قررت إن أنا مش هاقعد كتير على السوشيال ميديا قد ما أنا
مجرد بس هاصور الفيديوز وهانزلها على طول، مش هاقعد على السوشيال ميديا، وأحاول إن أنا أغيّر القعدة على السوشيال ميديا دي بحاجة تانية، زي إيه؟ اللي هي تيجي لنا رابع حاجة، وهو إن إحنا نسمع بودكاست. طبعًا في كمية بودكاست كتير جدًا رهيبة، أنا حاطط لكم ريل على الإنستجرام والتيك توك والسوشيال ميديا التانية يعني وكل حاجة، برضه هاحط لكم كل البودكاست هنا، حاولوا تعملوا سكرين شوت كده. اللي عندك بودكاست فاهم، وعندك بودكاست امجد سمير، وعندك بودكاست طبعا مع حفظ الالقاب كله، بودكاست علاء حامد، وبودكاست ضياء عليان، وبودكاست ايه المشكله، بودكاست وعي والسيره النبويه واستراحه، وايه تاني، في حاجات كتيره حاسه انا ناسي، وبتاع دكتور حازم شومان. ناس كتيره جدا عامله بودكاست بصراحه. فحاولوا ان انتوا تشوفوا بودكاست عايزين تسمعوها وتبداوا انتوا تسمعوها في رمضان. ممكن كل يوم حلقه، يعني تخلصوا 30 حلقه، ده حاجه جامده جدا. ودي هتجينا على خامس حاجه، وهي ان احنا عايزين نمسك حاجه واحده بس طول فتره رمضان نحسنها. زي ايه؟ سمعت حد كان على السوشيال ميديا، كان على الفيسبوك او على الانستجرام حاجه زي كده، كان بيقول ان احنا كان كله يعني واحد بيجي يمسك صوره واحده، بيبدأ إن هو يفهمها ويتدبرها على طول شهر رمضان. مثلا ياخد سورة البقرة، ياخد سورة الإخلاص، ياخد سورة النازعات. طبعا مش عايزين سور صغننة تخلص على طول. ممكن تاخد جزء عامة كله في شهر رمضان. فأنا قصدي بعيد عن أي أنت هتاخد إيه، إن أنت السورة دي هتتدبرها، هتبقى جميلة جدا. يعني هتمسك سورة واحدة تتدبرها تبقى حلوة قوي. وفي دكتور علاء حامد، أوف، على تفسير السور رهيب. سمعت له سورة الأحزاب بس لسه ما كملتهاش. ما شاء الله تبارك الله، تحفة، بيفهمك حتة حتة، ومش بيتعمق قوي في اللغة العربية، بس بيديك حتت في اللغة العربية عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. فجميل قوي بصراحة. فانا بفكر برضو هعمل نفس الحركة دي، همسك سورة او سورتين على قد ما نقدر يعني. مش شرط ان احنا نخلص السورة كلها، قد ما نقدر ان احنا عايزين نفهم اكتر. فدي برضو حاجة هتمنع عننا السوشيال ميديا خالص على الانستجرام والفيسبوك وكده، هتفضل قاعد على اليوتيوب على طول. فبس حاجة، ودي نصيحة برضو ليا وليكوا، ان انتوا ما تسيبوش اي حاجة تأثر على العبادة. انا عارف كل حاجة عبادة، العمل ده عبادة، ان انت تروح الشغل ده عبادة، تروح الكلية ده عبادة، بس ما تسيبش ان ده كله يأثر على العبادة في رمضان برضو. بمعنى، يعني ما تقولش بقى ايه، انا طولت الليل والنهار بقى في الشغل، يا دوبك باجي بصلي بنام بقوم. طب ممكن تقوم قيام الليل حتى لو ركعة، ممكن انك تصلي التراويح حتى نص التراويح، او ان انت تشوف جامع بيخلص تراويح بدري، انك وانت ماشي في الطريق تسبح، تحمد ربنا، تستغفر، تبدأ تقول اذكار. فدي من الحاجات المهمة جدا. ما تخليش ان الحياة، بالظبط ده اللي انا عايز اقوله، تشغلك. وبرضو دي اللي هتيجي على اللي بعدها، الصلاة. يا جماعة ما تنسوش الصلاة. برضو خليك هنا برضو في الفيديوز، كان في سلسلة اسمها خليك ماشي صح، ودي اللي انا ان شاء الله هقولها لكم دلوقتي، ان هي هتنزل طول فترة رمضان. حوالي هتنزل فيديوهين او فيديو في الاسبوع، لسه مش عارف بصراحة. سلسلة خليك ماشي صح، اعتقد ما فيش سلسلة تانية هتمشي غيرها، لان سلسلة خليك ماشي صح يعني هنتكلم عن حاجات كتير، يعني هنتكلم عن الصلاة والصدقة وصلة الرحم برضو ان شاء الله، وقراءة القرآن. فهنتكلم عن حاجات كلها هتساعدنا جدا في رمضان. وبمعنى اصح كنت بشارككم اصلا تجربتي الشخصيه. فما تخليش ان ده كله يمنعك من الصلاه الفروض. الصلاه الفروض يا جماعه اهم من صلاه السنه، اهم من صلاه التراويح، فرتبتها اهم من صلاه التراويح. فانت لو ما بتصليش الفروض، لا، ظبط الفروض وابدا صلي الفروض، عشان الفروض دي اول حاجه هتحاسب عليها. بعد كده تبدا بقى تحاسب على السنه، لان السنن ربنا قال من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا. ومن فاكر الحديث، فانا هحاول ان انا احطه لكم. فالسنه مجرد ان احنا نتقرب لربنا اكتر، لكن الفرض انت هتتحاسب عليه، فما تنساش الفرض. وطبعا تيجي برضو حاجه مهمه جدا، ان احنا ما ننساش ان احنا نصلي في الجامع، ما ننساش ان احنا نقيم الليل، ما ننساش ان احنا نقرا القران، وما ننساش ان احنا نطلع صدقه، وما ننساش زكاة الفطر دي في آخر رمضان إن شاء الله هبقى أقول لكم عليها. وكمان ما ننساش إن إحنا ما نسمعش مسلسلات وأفلام. معلش يا جماعة، رمضان مش مسلسلات وأفلام. أنا عارف، أنا زمان كنت زي زمان كنت بسمع مسلسلات وأفلام كتير جدا في رمضان. ورمضان ده من الساعة كذا، من بعد صلاة التراويح الساعة 9 ل 10، من 10 ل 11، 11 ل 12، لحد ما تيجي الساعة 2 3 ونبدأ نقوم نصلي. فحاولوا تقللوها، لان هي فعلا بتفرق جدا والله. وكمان بقيت مقتنع اقتناع تام ان كده كل الحاجات دي بتتعرض بعد رمضان.
فخليها كل ده بعد رمضان، ده كله هيجي بعد رمضان. وكمان الويب سايتس اللي هي الاونلاين دي اللي هي زي يانج وشاد والكلام ده بيعرضوها كده كده، فاوريدي هتتعرض كل ده بعد رمضان عادي جدا، ما تقلقش هتلاقي ده كله بعد رمضان. اخر حاجه عشان مش عايز اطول في الفيديو ده، كل ده هيتراكنج ازاي؟ انت هتقولي دلوقتي انا كل الحاجات دي هعملها، طب ما الحاجات دي كلها ممكن انسى حاجه، ممكن اعمل حاجه، عشان كده عملت لكم بلانر صدفه. بلانر صدفه وريتها لكم كلها على الانستجرام والتيك توك وشورتس برضو على اليوتيوب هنا، وقلت لكم على بلانر. هسيب لكم البي دي اف تحت في اللينك تري، تبداوا انتوا تنزلوها داونلود عادي. بلانر صدفه الملخص بتاعها ايه؟ دي بلانر انا قررت ان اعملها عشان ان انا اتتبع حاجات رمضان هتساعدني اكتر على رمضان. طبعا انا طبعتها بالشكل ده، ممكن تطبعها كده، ممكن تطبعها وش وظهر، ممكن تطبعها ظهر. طبعا انا اقول لكم انتوا عشان انتوا حبايبي، فانا اقول لكم فيها مشكله، بس عندي انا البي دي اف زي الفل. دي طبعا دي رمضان مبارك، وهنا اذكار الصباح. عندي اذكار الصباح عشان خاطر ان انا اوريدي عايز نقرا كل يوم اذكار الصباح، ففيها اذكار الصباح هنا. فكل ما افتح الصفحه عشان احدد اليوم هعمل فيه ايه بقرا اذكار الصباح. وبرده اذكار المساء، طبعا الراجل في المكتبه الله يسامحه طبعها لي غلط، فخلي بالكم انتوا بتطبعوا. ودي اذكار المساء نفس الطريقه. وعندي الاذكار بعد الصلاه، بعد كل صلاه عندي اذكار نقولها عشان بتساعدنا كتير جدا ان احنا نتقرب الى ربنا. حتى كتبتها لكم تحت: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوب له يمنعه من دخول الجنة إلى أن يموت. وطبعا دي أذكار مستحب إن إحنا نقولها. بعد كده نبدأ إن إحنا نعمل تراكنج للحاجات بتاعة رمضان. طبعا أول يوم مكتوب، فهنعمل نفسنا مش شايفين. تمام. طبعا دي عندي هنا عشان مش شايف، عندي هنا بكتب اليوم، وهنا الفروض الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. ببدأ إن أشوف طب أنت لو متعود أنت تصلي الفروض حاول تعملها كسنن. وهنا صليت الضحى والوتر والتراويح عشان دي كلها سنن، وقلت هتقرب الى ربنا بالنوافل والسنن. والصدقه نطلعها كل يوم. ورد القراني طبعا فكرتونيش بليه. ورد القراني وهو الورد لازم نقرا ورد في رمضان. طبعا انا عارف ان في ناس تقول لك طب انا هتدبر في رمضان ولا اقرا في رمضان ولا اختم كتير في رمضان. بصوا الشيخ قالها في الجمعه اللي فاتت، وهو قال ان هو اهم حاجه في القران التدبر، لان ربنا قال وقد انزلنا القران للذكر فهل من مدكر. فطبعا اللي احنا هنعمله حاليا ان احنا هنقرا القران بالراحه، هنتدبر اياته بالراحه، واحنا اصلا بنساعد نفسنا زي ما قلت لكم ان احنا نروح نسمع الفيديوز مثلا بتاع الدكتور علاء حامد بتاع تفسير الصور، وهنبدا ان احنا نتدبره ونفهمه. فدي طبعا بتساعدنا جدا ان احنا ورد قراني من جزء كام لجزء كام، من سوره كام لسوره كام. حوالي بقالنا سنتين عاملين جروب على التليجرام وجروب على الواتساب بننزل فيه ورد قراني يوميا، وبكل رمضان بنيجي ننزل جزء بنقراه في اليوم. ممكن تقراه في القيام، ممكن تقراه الصبح زي ما انت عايز، فده بيساعدنا برضه. وهنا النهارده بقى هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل ايه دي؟ ممكن شخص عايز يسمع مثلا فيديو لوعي، شخص عايز ان هو يتدبر مثلا سورة كذا، واحد عايز مثلا ان هو الجيم مثلا، واحد عايز مثلا ان هو يذاكر النهارده. اي حاجه عايز تعملها او اي حاجه من اللي احنا قلناها دي كلها ممكن نكتبها هنا. بعد بقى كل 5 ايام بيجي لنا حاجه كده تذكير صغيره جدا انا بحبها بصراحه. مثلا تذكير هنا عن الصدقه، برضو بعد 5 ايام ان شاء الله، يعني ربنا يدينا طول العمر. هنا مثلا عن قيام الليل. طبعا مش هكمل لكم اكتر من كده، نزلوا البي دي اف وشوفوا. ماشي. ونبدا لحد اخر الورقه خالص، وهي ان احنا هنختم ان ربنا يتقبل عملنا وصيامنا ان شاء الله. وبس دي هتساعدكم كتير جدا في رمضان. فبس يعني مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، يعني مجرد ان احنا بنحاول ان احنا نساعد نفسنا ونساعد بعض ان احنا نشجع وان احنا نقوم رمضان ده، ربنا ان هو يتقبل منا رمضان ده. فبس ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنسوش ان شاء الله هننزل سلسله خليك ماشي صح في رمضان، وهننزل سلسله سنن المهجوره على الانستجرام والتيك توك والشورتس هنا، وبرضه هننزل 15 نصيحه في رمضان. فموضوع هيكبر مننا، فبس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش ان انتوا تقولوا لكل حبايبكم كل سنه وهم طيبين، وما تنسوش تصلحوا رحمكم. واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو ده حتى لو 1%. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.